السلام عليكم. لا مرحبا بس. شلونك يابا؟ هلا بيك. شلون امورك؟ والله الله يسلمك. يابا اليوم شلون صارت لك سالفه؟ بس لا مثل سوالفك البايخه. لا يابا هاي المره سالفه حقيقه صدق. خلنا نسمع عاد. يابا هذا طبعا سولف وياه ولد. يابا بدي احكي. ولد صاحبي يشتغل بالفندق سولف وياه، اعطيني مجال يابا. يقول اجى رجال ايه صاحب الفندق قال له بدون زحمه رقم الغرفه رقم 39 فارغه. اعتيادي فارغه. يابا ليش ما ادري خلينا احكي راح بالوالدين. اعطينا مجال. قال له رقم 39 فارغه الغرفه؟ قال له يابا فارغه. قال له اقدر استاجرها لمده يوم واحد؟ ايه قال له عادي دلل. يقول انطاه المفتاح. قال له ممكن طلب؟ يطلب. قال له اريد سكينه سوداء ايه وخيط حرير طوله 39 سنتيم، شوف يا بالسنتيم، واريد برتقاله وزنها 72 غرام. هذا شغلته خطره يبا. اسمع يابا تجيك السالفه للاخير. انطاه يا طلبات. إيه؟ استغرب من طلباته. شنو خيط حرير 39 شيء طبيعي يا ابو. برتقاله. المهم فاول فندق الغرفه مالته وين تصير؟ بصف الغرفه 39 بصفها. فبالليل هذا ابو الفندق قام يسمع اصوات غريبه بالغرفه، اصوات مال صياح وضرب وتكسير. شنو هاي؟ يابا اسمع. فتعجب ابو الفندق، شنو سالفته هذا؟ شنو فيلمه؟ فنزل ثاني يوم قال له ايش قد الحساب؟ حاسبه وطلع. ايه اي هذا صعد للغرفه، الغرفه كانما ما حد طبلها، الغرفه نظيفه، لا تكسير لا كل شيء ما بيها. لا يابا. شنو هاي؟ يابا السنه الثانيه نفس الشهر ايه نفس اليوم اجى الولد نفسه قال له الغرفه 39 فارغه؟ قال له اي نعم فارغه. قال له اقدر اخذها اليوم واحد نفس العمليه ونفس الطلبات طلبهن، سكينه سوداء، خيط حرير 39 سنتيم، برتقاله 72. جاب له طلباته، صعد للغرفه. ابو الفندق بالليل سمع اصوات، بس اصوات اقوى، بعد اقوى، اصوات تكسير وصياح اقوى. من البدايه قلت لك شغلت هذا. يا بس ما تجيك السالفه للاخير. فنزل ثاني يوم حاسب وطلع. ايه حساب الغرفه وطلع. ابو الفندق ما حاكى، ظل ينتظر للسنه الثالثه. قال بالله شوف هذا عم يجي ثالث سنه نفس الشهر ونفس اليوم اجى صاحب اجى الولد نفسيته. قال له رقم 39 فارغه؟ قال لي فارغه. طار المفتاح ونفس الطلبات طلبهن، خيط حرير 39 طوله، برتقاله وسكينه سوداء. قال هذا شغلته مو خالي. صعد حتى انا شغلته مو خالي. اي بس صعد بالغرفه نفس الاصوات بس اقوى بعد. ايه نزل الصبح الرجال راد يحاسب. قال له اريد اعرف السر شنو؟ اي والله شنو السر؟ قال له لازم اعرف شنو السر. قال له انا راح احكي لك بس يبقى بيني وبينك. قال له يبقى بيني وبينك. قال له تقسم؟ قال له اقسم. ايه وفعلا حكى لابو الفندق السر وظلت بينه وبين ابو الفندق. يعني انت ما تعرف السر؟ وحتى انا ما اعرف السر يا بابا. شكلك تقول لي بالسالفه. مع مره